ذلك سيدنا ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه يقول ايه؟ ابتلاني الله بظالم ظلمني حتى ضقت به ذرعا. تخيل بقى لما سيدنا ابو الحسن نفسه يقول لك انا اتخنقت منه. يعني سيدنا ابو الحسن لما يوصل لدرجه ان هو يتخنق من انسان بسبب ظلمه، ايه ده مش ظالم، ده يدخل موسوعه جينيس في الظلم. يقول لك حتى ضقت به ذرعا. قال فنوديت في نومي يا علي، كان اسمه علي، ما هو علي يكن بأبو الحسن، يا علي من أمارة الصديقية أن تبتلى بكثرة الأعداء ثم لا تبالي بهم. مش البطولة إن يكون لك أعداء، البطولة إن ما يفرقش معاك وجود الأعداء. توصل لمرحلة كده تبقى قاعد مع ده عارف إن هو حاسد، وده عارف إن هو حاقد، وده عارف إن هو منفسم منك، وده بيجيب سيرتك، وده بيغتابك، وده بينم عليك، وده بيسف عليك، وده بيحفل عليك، وده لما تديله ظهرك بيقطع في فروتك، وتبقى عارف كل واحد، ومع ذلك تشفق عليهم وترحمهم وتقول والله ما ابتلاني الله بهم إلا ليفتح لي من خلالهم بابا جديدا للتعرف عليه.